بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة نوع جديد من السباجيتي، هو سباجيتي أمالفي، مكرونة إيطالي بصوص البتنجان والمشروم والفلفل الرومي. يعني مش هنستعمل لحمة مفرومة خالص. تعالوا أوصفها لكم. هتستمتعوا جدا بالمكرونة دي لأنها حاجة جديدة جدا. معايا 4 معلقة زيت في الطاسة، ومعايا بصلة كبيرة مخرطة صغيرة بقلبها لما تبقى سوتيه يعني أصفر فاتح. بنزل بمعلقة صغيرة توم مفروم، بقلبها تقليبة برضو تصفر كده فاتح. وبكون مجهزة 3 بتنجان كبيرة مخرطاهم مربعات بقشرهم، نقعتهم نص ساعة في المية وشطفتهم، وبنزلهم في البصل. بقلب دقيقتين، وبكون مجهزة على جنب 2 فلفل رومي برضو مقطعاهم مربعات صغيرة، تقليبة برضو دقيقتين 3. معايا بعد كده كوباية مشروم مقطعاها سلايسز، بزودها وبقلبها على المجموعة بتاعتي. مجهزة على جنب 2 معلقة دقيق كبيرة عشان تديني سمك للصوص بتاعتي. بحط معلقتين الدقيق، طبعا ملح وفلفل، وبحط الدقيق بتاعي ومعلقتين صلصة مركزة. بقلب المجموعة دي، وبكون مجهزة نص كوباية مية سخنة. معايا التوابل بقى اللي بتديني نكهة حلوة قوي. بحط شوية كاري وشوية ريحان، ولو عايزة تحطي بابريكا ممكن تحطي. الكاري والريحان بيعملوا نكهة حلوة قوي للمجموعة دي. بحط ذرة يعني تقريبا نص معلقة صغيرة كاري، نص معلقة صغيرة ريحان، وبزود المية بتاعتي وبغطي على المجموعة دي. أخلي النار بتاعتي وسط أو هادية لمدة 10 دقايق كده. الصوص بتاعتي جاهزة. في الوقت ده بكون سلقت المكرونة، بشطفها وبقلبها بالزبدة وبغرفها في الطبق. كمية المكرونة بتاعتي نص كيس، يعني ربع كيس مكرونة، ربع كيلو مكرونة سباجيتي. بسلقها وبشطفها وبقلبها بالزبدة، بحطها في طبق الغرف وعليها الصوص بتاعتي. هي دي السباجيتي أمالفي. ومعايا كوباية جبنة مبشورة، أي نوع جبنة عندك بتحطيها على الوش، وهتدوقي مكرونة جميلة جدا. قولولي رأيكم فيها.